الدبلة يعني انا خلاص ما بقيتش راجل سنجل، انا بقيت راجل متجوز. اللي هيبعت لي على الخاص انا مش هرد عليه، عشان انا مش بعرف اقرا واكتب. وزي ما قال الشاعر البحبحاني: حب البت تسيبك، سيب البت هتسيبك برضه. هي في كلتا الحالات هتخزوقك، ده كده كده يعني. انا طبعا مش جاي اقلب عليك المواجع واقلب لك في اللي راح وادوس لك على الجراح. انا جاي احكي لك حكايه عشان اثبت لك انك حتى لو كنت رونالدو الظاهره فانت برضه معرض للخذلان يا دولي. فوقف 8 عاشور 5 كده، احكي لك الحوار وارجع كمل جلد ذات براحتك. في احدى ليالي مونديال 98، وبالاخص اليوم اللي كان قبل النهائي بتاع فرنسا والبرازيل، وفي عز ما تركي وغواسون عمالين يعملوا خطط ملهاش اول من اخر عشان يوقفوا بس خطوره رونالدو، على الناحيه التانيه كان رونالدو بيلعب 10 طاوله مع روبرتو كارلوس ومزاجه عنب، واذ فجاه تجي له مكالمه واحد بيقول له: مش عارف اقول لك ايه يا اسطى، بس خد بالك سوزانا بتقرطسك وبتخونك مع مذيع برازيلي اسمه بيدرو داي. طبعا الخبر ده نزل سيف يد كده على دماغ رونالدو، لان سوزانا دي كانت الحته الشمال وحب الطفوله والكلام بقى بتاع خليت قلبي شرايح افضل وراك جاي رايح. والراجل فضل وافي معاها من ساعه ما كان فقير عويل ذليل في البرازيل لحد لما بقى اغنى لاعب في العالم وحديث كل المجره والناس اللي بره، وهو لسه عنده 21 سنه بس. كلام في سيرة كان هو ولا فاق ولا بتنجان، هي برضه كانت حته اوزي ما تتسابش يا جدعان. المهم خلينا نكمل الحوار. الراجل كان مقعدها في افخم فندق فيك يا باريس، والراجل مكلف وصارف بقى عشان تيجي تشجعه في المونديال وبتاع، وما يعرفش انه بتقرطس ولا مؤاخذه يعني، وجاي تقابل راجل تاني هنا في باريس. طبعا رونالدو ما صدقش الهري ده وقال لك ام العيال وازاي وبتاع، فقام رن عليها في الفندق اللي كانت مقيمه فيه، بس يتفاجئ انها ما بتردش عليه. والفار بدا يلعب في عبء. فار ايه ده، جنينه الحيوانات كلها بدات تلعب في عبه، خصوصا ان الوقت كان متاخر كمان. صاحبك بقى دماغه وقفت خالص، ما بقاش عارف يعمل ايه، قام سايب المعسكر وماشي وراح الفندق اللي كانت هي قاعده فيه عشان يكتشف المفاجاه ان فعلا الحته بتاعته قاعده مع المذيع اللي اسمه بيدرو ده في قاعه السهرات. صاحبنا اتمسمر في مكانه كده، ما بقاش عارف يعمل ايه. هو بص في عينها بس، واول ما هي شافته وشها جاب الشاشه على طول وسابها ومشي. رجع اوضته بقى بسرعه وهو حالته صعبه، وبيقول في نفسه: يخرب بيت القلب اللي هواكي على العقل اللي غواكي، سهران بفكر فيك وانت دايره وقعد يكر بقى شريط الذكريات، وقال لك بقى انه قعد يفتكر لما كان في ماتش من الماتشات بص على المكان اللي هي قاعده فيه في المدرجات، لا بتضحك وتهزر مع اللي اسمه بدر ده، بس افتكر وقتها انهم بيتكلموا عن حاجه تخص المباراه. وانا مش فاهم الصراحه يعني ايه الحاجه اللي ممكن تضحكهم في الماتش غير تسريحه شعر رونالدو مثلا. المهم الراجل عرف انه كان متقرطس ساعتها، فسوزانا بقى قعدت ترن 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 لحد لما عمك رونالدو رد عليها ودارت بينهم خناقه، وهي بتحاول تنكر كل حاجه، بس خلاص بقى صاحبنا قلبه مات، واللي هو زيك زي النيش ما تشغلنيش. لحد لما حاولت تجيب ورا وتدافع عن نفسها، قالت له ايه بقى الكوبليه المعتاد بتاع اي واحده في الدنيا، قالت له: ما انت اللي اهملتني وما كنتش مهتم بيا لمده شهر كام. طبعا قصدها على الشهر اللي رونالدو قضاه في المعسكر بتاع منتخب البرازيل بتاع الاعداد للمونديال. لا ما هي ما سكتتش بعد كل ده، دي زودت الطين بله كمان وقالت له: انا ما كنتكش ولا حاجه، ده انا قربت شويه بس من بيدرو كصديق عشان كنت وحيده، وانت عارف بقى ان الصديق وقت الضيق. وما اعرفش بقى سبحان الله زي اتطورت الامور، سبحان الله سبحان الله، وبقى في مشاعر تجاهه. اهو ده مثال حي بقى عشان ما تمشيش ورا الحته لما تقول لك: يا عليك بتغير من مودي، ده مودي ده البيست فريند. ما تعرفش من كلامها تحس ان مودي ده مثلا، واخد بالك. طبعا رونالدو عرف بعدها ان حوار الاهمال لها الشهر ده كان في شينك واي كلام، وانها اتعرفت على المذيع ده في حفله في ريو دي جانيرو، وسافروا مع بعض كذا مره لباريس عشان يصوروا برامج تلفزيونيه، والباقي ما ينفعش اذكره بقى عشان انا ما يرضيش اجرح مشاعرك يا دولي، عيب عليك. طبعا رونالدو خلص المكالمه بسرعه وقفل التليفون وقعد يعيط بقى لحد لما نام من التعب النفسي. وفي تاني يوم الصبح بقى اللي هو اليوم بتاع نهائي المونديال 98 بين البرازيل وفرنسا، روبرتو كارلوس صح على صوت شخير رونالدو اللي كان جايب اخر باريس، ولقى بيجيب النفس بصعوبه، حاول ينقذه باي شكل ما عرفش لحد لما صرخ بقى على صوته: رونالدو بيموت يا جدعان، رونالدو بيموت يا جدعان. لحد لما الجماعه جم الاوضه وانقذوه باعجوبه بمساعده طبيب المنتخب ونقلوه على المستشفى بسرعه، والدنيا كلها كانت مرعوبه، اطباء باللاعيبه اللي راحوا معاه المستشفى، لحد لما الدكاتره قالوا لهم انه بيعاني من نوبه صرع، وادوا له مخدر بيأثر على التركيز وهدي نشاط المخ، يعني بمعنى اصح الغول بتاع الفريق بره ماتش النهائي بتاع النهارده ده. بيفوق رونالدو قبل الماتش بساعات، بس لقى ان الوقت فاته خلاص، واللعيبه في الملعب بتناقش الخطه الجديده في غياب رونالدو، ما خلاص بقى ما حدش متوقع مشاركته خلاص. لحد لما دخل عليهم اوضه اللبس وراح لمدرب البرازيل وهو عميان طينه، المخدر لسه تاثيره واضح عليه، وقال له: ايه بقى، لن تحرمني من اللعب اليس كذلك؟ قام رد عليه زغله بقى مدرب المنتخب وقال له: رونالدو انت مصاب ومش هينفع ومش عارف ايه، ولسه هيكمل. قام رونالدو داخل فيه: لا يا اسطى ما تقولهاش، انا عارف نفسي انا كويس وهقدر العب، وحياتي ما كزغليل وما تحرمنيش من الفرصه دي. بيقول لك بقى ده رفع عقل رونالدو وقتها مقوله واحده، وهي ان مفيش حاجه تستحق الوفاء غير الكره المكس، وان بقى صباح الخير على جوز عيونك، مفيش واحده هتحبها الا لما هتخونك. ولعب عمك رونالدو الماتش، بس اللي لعب النهائي ده كان شبح مش رونالدو الحقيقي للاسف زي ما اتقال في الصحافه. حتى بتوع فرنسا اللي كانوا مرعوبين منه اتفاجئوا من اللي حصل، واللي هو طب ما الموضوع طلع سهل اهو يا جدعان، خسرت البرازيل كاس العالم وخسرت سوزانا رونالدو للابد. خلص الحوار ده ورونالدو رجع للانتر، بس رئيس الانتر قال ان رونالدو اللي رجع
رجع من كاس العالم ده مش رونالدو اللي اعرفه، لسه حريف وعنده اللمسه المهاريه بتاعته، بس في جزء منه اختفى للابد. ادي اخره المشي ورا النسوان يا عم. بس خد بالك يا دولي، الخيانه دي ما كانتش اخر احزان رونالدو، ده في بلعت احزان حصلت بعد كده، عشان بعد اللي حصل ده يتصاب بقطع في الرباط الصليبي ويغيب بتاع 6 شهور. رجع والدنيا بقت حلوه؟ لا برضه. في اول ماتش له بعد ما رجع من الاصابه وبعد دقايق بس من نزول الملعب بيقع على الارض وبيمسك ركبته وبيصرخ صرخه بيقول لك يكاد يسمعها عمك اوليفر اللي في فلوريدا وابو ساميه اللي في مدغم، وبس. كله قال لك دي نهايه رونالدو على كده ومش هيشم من الملاعب تاني، عشان رونالدو يعمل افخم كامباك في تاريخ الكره ويقدر يلحق كاس عالم 2002. هو مش رونالدو اللي كان بيمسك الكره يراوغ اللعيبه بالحارس بالجمهور ويحطها في الجون، بس لسه عنده حس التهديف جبروت اللي هو انفراده بالحارس ده اسوأ فيلم رعب ممكن يشوفه حارس في الكوكب مثلا. ونجح انه ياخد هداف البطوله ب8 اهداف، منهم هدفين في النهائي قدام المانيا واللي ساهمت في تتويج البرازيل بالبطوله، والباقي طبعا للتاريخ. عشان رونالدو يبعت رساله شديده اللهجه لسوزانا لما تلاقي البديل ويقرطسك اوعى ترجعي لي عشان هبقى. شفت بقى الناس اللي بتعرف تتجوز من يؤذيها؟ خليك جدع بقى واتجوز انت كمان من يؤذيك، وخليك جدع اكتر بقى وروق عليا بلايك وشير واشتراك والحركات دي. يلا سلام. يكتشف الحقيقة